إذا توفي الرجل وقبره روضة من رياض الجنة، هل يدخل الجنة بعدها؟ نعم يا أخي، معنى روضة من رياض الجنة كما قال النبي عليه عليه الصلاة الصلاة والسلام: والسلام. فيأتيه من روحها ونعيمها وريحانها ولله الحمد وهو في قبره، هو في جنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وتأملوا أحبتي هذا الحديث العظيم العجيب. أكثرنا الآن عندما يحدث عن نعيم الجنة وما فيها، ما أعده الله عز وجل فيها للمؤمنين، أو يحدث عن النار أعاذنا الله ووالدينا والمسلمين منها، آمين يا رب. قد يظن بعض الناس أن يعني هذا الموعد بعيد وبينه سنون طويلة وآماد يعني مديدة، ولا يدري هذا المسكين أن الجنة أو النار أقرب إليه من شراك نعله. سبحان الله، ليس بينك وبين الجنة أو النار إلا أن تموت، إلا أن تموت، لأن مجرد خروج روحك من جسدك تذهب إما إلى الجنة أو إلى النار مباشرة، حتى قبل أن يدفن جسدك. سبحان الله. ثم يأتي الدفن، قد يتأخر ساعة أو ساعة أو يوما أو يومين، ثم يعني تذهب بك إلى قبرك وتدفن، الله المستعان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث العجيب العظيم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يعني لا تظن أن الجنة والنار بعيدة وبينك وبينها سنون وآمال طويلة، لا والله يا أخي، ما بينك وبين الجنة والنار إلا أن تموت، ولا تدري، قد تموت الآن وأنت في مكانك في مقامك الذي أنت فيه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. سبحان الله. يعني الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، لا يدري أحدنا متى يفجأه الأجل. قد يفجأك الأجل وأنت نائم في فراشك، أو أنت تأكل أو تشرب، أو أنت تمشي، سبحان الله، أو أنت في المسجد، أو ربما نسأل الله العافية وأنت مقيم على المعصية. وكم رأينا من العبر والعظات في من حولنا من الناس ومن نسمع قصصهم، يعني فيها عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن ليس بينك وبين الجنة والنار إلا أن تموت. ولهذا قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعل. شراك النعل هو الحبل الذي يكون بين الإصبعين، الإصبع الكبير الذي بجانبه. يقول المدة التي يعني تفرقك عن الجنة والنار أقل من المدة التي تحتاجه لتلمس شراك نعلك، ثواني معدودة. سبحان الله العظيم. ليس بينك وبين الجنة والنار إلا أن تخرج روحك، فإذا خرجت فإما إلى جنة أو إلى نار. ثم جسدك أيضا في القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. سبحان الله العظيم. فأسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. آمين يا رب العالمين.